ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل أكلة غريبة. أنا عن نفسي أول مرة أعملها. دي ايه؟ دي كرشة. أول مرة في حياتي أعمل الكرشة. أنا بحبها جدا جدا جدا. بس بصراحة لما باجي عايزة أكلها ده بومبار. لما باجي عايزة أكلها بتصل بماما. بصراحة هي بتعملها لي، ربنا يخليها لي يا رب ويخلي أمهاتكم كلكم يا رب. ويرحم أي أم توفت. ربنا يرحمها ويسامحها يا رب. لما بكون عايزة أكلها اقوم رايحه فين، اقوم قايله لماما والنبي اعملي لي ايه كرشه، اروح اكلها هناك. حتى عيالي ما يعرفوهاش، يعني انا ولا هم عمرهم كلوها ولا يعرفوها ولا انا عمري عملتها. بس المره دي بصراحه قلت ايه، حبيت ان انا اعملها. فجبت قد ايه؟ جبت نص كيلو. ان انا ما اعرفش العيال هتحبها ولا لا، ولا هيرضوا ياكلوها ولا لا. فروحت جايبه نص كيلو كده وقلت ايه اعملها انا واجربها. انا دلوقتي بعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي بعمل تغذية. بص الصلصة دي اقسم بالله، الصلصة والخضرة بتاعت المحشي دي نفعتني جدا، نفعتني جدا جدا في الفريزر. يعني والله العظيم اعملوها حتى طول الشتاء. بس انتوا عارفين ان طول الشتاء احنا بنحب ناكل بمبار وبنحب ناكل محاشي. الحاجات ديت الطماطم والخضرة دي هتوفر معاكي وقت ومجهود والله العظيم، وحلوة. وان الطماطم كمان رخيصة والخضرة دلوقتي حلوة. انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا بعمل صلصه التخديعه بتاعه البومبار، هي تخديعه المحشي. هتقولي لي ازاي؟ هو مش البومبار دوت المفروض ان انت بتعملي له التخديعه بتاعته ني في ني؟ يعني في ناس بتقطع طماطم او بتعصر طماطم وبتحط البصل ني وبتحط الخضره. لا، انا بصراحه ما بحبش كده. انا بحب تخديعه البومبار هي تخديعه المحشي. بحب اعمل ايه؟ اسبك له برضو. انا دلوقتي عملت ايه؟ هي نفس التخديعه اللي انتوا خدتوا عليا فيها. انا حطيت شويه زيت كدهوت حلوين، وحطيت بصل، بس بصل كتير شويه. وبعد كده هوت حطيت ملح، وحطيت الفلفل الاسود، وحطيت الكزبره الناعمه، وحطيت شويه الكمون. وشوحت البصله بس ما بصف، يعني ما بحمرهاش خالص، بخليها صفرة زي ما هي. وبعد كده خدت كيس الطماطم ورحت دلقاه ايه، حطها على البصله واسيبها كده ما بتاخدش اصلا غلوتين بتكون اتسبكت. دلوقتي انا عملت ايه؟ انا عايزه اقول لكم اكتر حاجه تعبتني في الكرشه دي تنظيفها. تنظيفها ده خد مني وقت كتير جدا جدا. طبعا انا عشان اول مره اعملها فانا ما اعرفش ان الكرشه بتكش كده. يعني انا قطعتها شفتوا انتوا طريقه القطع؟ تعالوا بقى اوريها لكم بعد ما تستوي. كشت بقت زي عقله الصباع. بصي كيس الخضره اقسم بالله اخضر زي ما هو، ما اسودش. بس بتطلعيه من الفريزر على النار، ما تسيبوش يفك عشان ما يسودش. وبعد كده هوت انا دلوقتي بعد ما نضفت الكرشه دي بالليمون وبالملح وبالدقيق وبالخل 10 مرات مثلا، قعدت اغسل فيهم. انا قعدت ساعتين بس بغسل في البومبار وفي الكرش. رحت جايبه ميه وحطيت عليها شويه كمون، ورحت حاطه الكرشه تتسلق عليها. ماشي. دلوقتي انا عامله ايه؟ ايه يا بنتي انت بتعملي ايه؟ مش انت دلوقتي خلاص بتعملي التخديع وحطيتي الخضره مع الصلصه؟ دلوقتي بقى بجيب معلقتين بصل كبار او بصلايه كبيره، وبقوم حاطه عليها الملح والكزبره والكمون والفلفل الاسود، واقوم مقلباهم في بعض. وبعد ما احط الخضره واحط الرز اقوم دلقاها اخر حاجه، وطفيت على النار خلاص. انا كده طافيه على النار وبقلبه. اقسم بالله شمي احلى تخديعه محشي او بومبار بطريقه البصله بس النيه ديت بتوديها في حته تانية. بصوا منظر الرز عامل ازاي، احمر وجميل ويفتح النفس. جربي طريقه التخديعه ديت. وبصراحه الني في الني ده لا انا ما بحبهوش. ف... فجربي الطريقه دي مش هتخسري. عايزه اقول لكم الكرشه دي خدت مني كميه سوا. يعني انا حمرنا البونبور وكلنا، ان كانت العيال جعانه وجايه من الدروس وهو لسه الكرشه بتستوي. لا ايه ده؟ انا ما اعرفش، يعني انا بقى ما اعرفش نقطه بقى ان هو الكرشه بتاخد السوا ده كله. قولي لي بقى، انا بقى بعمل الكرشه يعني انت دلوقتي هتشوفي طريقه الكرشه بتاعتي. قولي لي بقى الطريقه دي صح ولا انت بتعمليها بطريقه ايه؟ بس انا عايزه اقول لك ان في الاخر كانت عسل عسل. بس طلعوا النص كيلو دول لما كشك كمان طبق صغير كده بقت قليله جدا، يعني قليله قليله. بصوا بقى دي طريقتي في الحشو بتاعت البونبور. انا ما بعرفش احط اللي هو اسمه ايه،
القمع في ناس بتحط قمع كدهوت وبتحشي بيه، انتي طبعا الطريقه اللي بتريحك اعمليها، بس ما بتمليش البمبار قوي علشان ما يفرقعش منك في الميه اللي انا بحط فيها البمبار. على فكره انا ما بحطش فيها اي حاجه، ولا ملح ولا بصل ولا طماطم ولا جزر ولا اي حاجه، ان انا في الميه دي في الاخر هرميها، انا مش هعمل بيها حاجه. فانا بخلي الميه كده هو بس، لو حطيت احط شويه كمون على الميه بتاعه البمبار بس كده. وهو دي طريقه السليق بتاعه البمبار. بصوا دي اسهل طريقه. انا عايزه اقول لكم ان انا عملته كله وانا واقفه كده اهوت. اهو بصي شويه الميه حطيت عليهم بس معلقه كمون، وهنزل بالبومبار زي ما هو كده. عارفين زمان كنا بنعمل ايه؟ مش انا يعني، كانت امي كانت زمان كنت بشوفها بتربط البومبار ده بخيط، يعني من الناحيتين عشان الرز ما يفكش. زمان كانوا بيعملوا كده. هو دلوقتي لا، ما بعدش حد بيعمل كده. هو مجرد الميه لما غليت وتحطي فيها البومبار زي ما هو كده هو بيقفل لوحده. الرز بينفش جوه وبيقفل لوحده. عايزه اقول لكم اكله جميله وحلوه، بس كانت بصراحه ناقصه لها شويه بطاطس محمرين، بس ما كانش عندي بطاطس وانا اصلا ساكنه في السابع، فما كنتش هنزل العيال واطلعها. بصوا البمبار عامل ازاي، والله العظيم جميل قوي قوي قوي. وكنت مقطعاه صغير، وعلى فكره اول مره اقطعه صغير كده، دايما بقطع البمبار كبير عن كده، بس هو صغير كده العيال حبوه اكتر. الكرشه دي بقى اللي غلبتني حرفيا. دلوقتي هعمل ايه بقى؟ خلاص انا سلقت اللي هي الكرشه اللي هي قعدت يوم كامل عماله تتسلق وتكش مع نفسها. انا حسيت لو انا سلقتها اكتر من كده هتختفي. مش هتبقى موجوده. المهم ايه، حطيت معلقه سمنه، بس انا بعد كده هجيب كيلو كرشه، ان هي عجبتني جدا. تنظيفها تعبني، بس هي اصلا حلوه وطعمها جميل بصراحه وعجبتني. وعايزه اقول لكم ابني وبنتي الكبار عجبوهم، يعني اول مره ياكلوهم وعجبهم، بس ابني الصغير وباباه لا، مره مع باباهم ما عجبهمش، ما بياكلش اصلا الحاجات دي. اكلوا هم بمبار، واحنا بصراحه العيال عجبتهم الكرشه، فده اللي عجبني ان هم كمان عجبوهم وكلوا منها. بس طعمها سكر. بس كنت بوريكم بصوا صغيره، بتعمل زي عقله الصبع، بس يلا بس ايه كانت تجربه. انا حطيت ايه، حطيت معلقه سمنه، حطيت معلقه بصل، حطيت حته تومه، قعدت اشوح وبعد كده حطيت الكرشه، قعدت اشوح من غير ما انزل بالطماطم خالص دلوقتي. وبعد كده هنزل الطماطم واحط الملح والفلفل الاسود وشويه الكمون. ماشي. بص ال بتاع البومبار، بقول لكم ايه، والله العظيم يفتح النفس جميل، بس حاسه ان هو كان عايز شويه بس محمرين جنبهم كان هيبقى كمان احلى. قولوا لي انتوا عاملين ايه في البرد؟ الجو والله العظيم حلو ومش ساقعه، بس حاسه ان هو جو حياه قوي، يعني في حاجه غلط في الجو. البرد زي ما نكون بنسلمه لبعض وما بنخفش، يعني محدش بيخف. ده يخف ده يتعب، ده يخف دوت يتعب. فالبرد بصراحة مدور، وعلى طول زورنا حرقنا، وزي في شوك كده في زورنا، يعني تحسوا حتى في صوتي كده تحسوا ان انا خانفة شوية من البرد. يعني احنا متهيألي من بداية البرد واحنا ما بنخفش. ناس كتيرة كده. هو برضو بس انا فضيت كيس الصلصة وحطيت بس كوباية مية اهو. دوت حمص الطبيخ كنت سلقاه، وبعد ما سلقته رحت حطيته عليه. بس جميلة والله العظيم حلوة قوي. لا يعني مش هبطل اعملها بعد كده. لو انت بتعمليها بطريقة تانية برضو قوليلي اعملها زيك. وحمرت البمبار. عايزة اقول لكم يعني مش معلش، يعني انا برضو ايه جيت في الاخر ما صورتش حلو، يعني ما صورتش الاكل. يعني المفروض احط الاكل كله واصوره، بس انا عملت ايه بقى؟ بصوا البمبار اللي مطلعاه دوت اللي انا حمرته، ورحت محمره طبق تاني اهو. حمرت طب كل ده بقى والكرشه على النار، وحمرت طبق تاني. عايزه اقول لكم بقى هم كانوا جعانين بصراحه، وحرام يعني ان انا اسيبهم اكتر من كده اهوت وعقبال ما الكرشه تستوي. لا قلت لهم لا، انا هحط البمبار والمخلل وقعدوا كله، ولما الكرشه دي تخلص في اي وقت يعني وجحتوا ابقوا كلوا منها. لكن عشان كده انتوا دلوقتي هتلاحظوا ان انا حمرت البمبار، وبعد ما حمرته هترجعوا تلاقوا طبق الكرشه. او بصوا طبق الكرشه، بس بقول لكم طعمها سكر. عايزه اقولك لو وصلتي معايا لحد هنا اهوت بالله عليكي